السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده جبت لكم افجر نسخة واتساب في مجالك حرفيا. نسخة قلب اخوك تقدر تفتح اي روم بالنسخة دي وتصفي الروم بتكة، ومميزات قلب اخوك جمدان لأول مرة. فقبل ما ابدا الشرح، لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابع الشرح قلب اخوك عشان اعلمك تستخدم كل زر في النسخة ازاي. اول حاجة قلب اخوك النسخة بتفتح معاك بالشكل الجامد دوت. هتفتح معاك قلب اخوك النسخه كده. النسخه فيها خلفيات متحركه. عندك قلب اخوك دي اول خلفيه فيديو للنسخه، وديت قلب اخوك تحركات النسخه حاجه يعني جمدان. تمام. وعندك هنا قلب اخوك تاني خلفيه للشات، هي برضو خلفيه رايقه. وعندك هنا برضو قلب اخوك تالت خلفيه للشات. تمام. وعندك هنا برضو الواجهه الاساسيه. تمام. عندك هنا بقى قلب اخوك اضافه اكتر من حساب، وعندك هنا وضع الطيران، وعندك هنا الوضع الفاتح، وعندك هنا وضع الشبه. تمام. وعندك هنا الباقوك الخصوصية وتحديثات جي بي واتساب، وعندك هنا اضافات مافيا، وعندك هنا جدول الرسائل، وعندك هنا الرد التلقائي وإعادة تشغيل الواتساب، وعندك هنا رسالة الرقم غير محفوظ، ورسالة جماعية للمجموعات، وعندك هنا الاعدادات، وعندك هنا قراءة الكل. تمام. نيجي قلب اخوك نشوف الشات من جوه. عندك كده قلب اخوك دي خلفيه الشات الاساسيه، يعني خلفيه جمدان يا قلب اخوك، خلفيه رايق. تمام. وعندك برضو هنا خلفيه فيديو، اول خلفيه فيديو للشات. تمام. وعندك هنا قلب اخوك تاني خلفيه فيديو للشات. تمام زي ما انت شايف كدهوت. وعندك هنا قلب اخوك تالت خلفيه فيديو للشات زي ما انت شايف كدهوت، خلفيه يعني حاجه اعظم. تمام. عندك هنا قلب اخوك اضافات مافيا. عندك هنا الباقوك اضافات مافيا، وعندك هنا الحماية الخصوصية، وعندك هنا السمات، وعندك هنا الاعدادات العامة، وعندك هنا شاشة الرئيسية، وعندك هنا شاشة المعاكسة، وعندك هنا الاشعارات، ادارة الاشعارات، وعندك هنا ادارة الوسائط، وعندك هنا مؤثرات النسخة، وعندك هنا النسخ الاحتياطي زي ما انت شايف كده. هتيجي قلب اخوك على مؤثرات النسخة، ويا ريت يا اخواتي تقدروني بلايك وكومنت حلوة كده عشان والله النسخة دي انا تعبت فيها. تمام. وعندك هنا قلب اخوك تأثير التلج اهوت. تمام. شغال يا اخواتي زي ما انتم شايفين اهو. تمام. تأثير التلج شغال اهوت زي ما انتم شايفين. تمام. تعال بقى نشوفوا الاضافات اللي في النسخة. عندك هنا قلب اخوك دي قناة اليوتيوب، يا ريت قلب اخوك تشترك فيها وتنضم لقناة التليجرام. وعندك هنا الحماية، وعندك هنا الحماية 2، وعندك هنا الحماية من الوثائق، وعندك هنا قسم الفيك، وعندك هنا الحماية من البوت، وعندك هنا الإعدادات الخاصة. وديت يا قلب أخوك تفكيك الريكوردات. عندك هنا تفكيك الريكورد وحيد، وعندك هنا تفكيك الريكورد اتنينات، وعندك هنا تفكيك الريكورد تلاتات، وعندك هنا تفكيك الريكورد أربعات، وعندك هنا تفكيك الريكورد خمسات. تمام. النسخة دي يا اخواتي تعريب كامل انا اللي معربها، ولو حد خدتها انا اعرف. تمام. وعندك هنا قلب اخوك صف الروم باي تكه، وعندك هنا منشن جماعي لاعضاء الروم. حوار قلب اخوك صف الروم بتكه ده هفهمك تعمله ازاي. اول حاجه قلب اخوك تكون انت لازم في الجروب، وتيجي تفعل الزر بتاع صف الروم بتكه، وتزيل عضو واحد، كل الاعضاء اللي في الروم هتتزال. تمام. وعندك هنا الحماية من الروابط، وعندك هنا تحطيل ايقون الجي اي اف، وعندك هنا تحطيل ايقون الجي اي اف في الواجهه، وعندك هنا حدد الكل، وعندك هنا ظهر منزلك من روم، يعني دي تفعلها لو حد نزلك من الادمن او زلك من روم هيجيلك اشعار. وعندك هنا اعادة توجيه اكتر من 1000 مرة، وعندك هنا الغاء علامة المنشن، وعندك هنا تقليل من النص 75%، وعندك هنا مكافحة الفيروسات، وعندك هنا للكسر في النص، وعندك هنا مضاد التهنيج 1 و2 و3 تحت بعضهم، مضاد للكسر ومكافحة الفيروسات. تمام. وعندك هنا علامة مباشرة وزار حلقات فينوم. تمام. زي ما انت شايف كده قلب اخوك. هتيجي قلب اخوك على الحماية 2، عندك هنا توثيق رقمك لو فعلتك دهوت. تمام. يعني علامة توثيق رقمك قلب اخوك شغالة اهيت بالعلامة الزرقاء. تمام. تيجي تفعلها وتيجي تلاقي رقمك، هتلاقي رقمك اتوثق. تمام. تعال نكمل. وعندك هنا قلب اخوك عرض حزمة الملصقات، وعندك هنا عكس رسائل اهيت، عكس رسائل منضافة في النسخة. تمام. وعندك هنا تحديد الموقع ماشي، وده برضو ده برضو كف تحديد الموقع. تمام. بس انا ما هو ملوش لازمة فانا كاتبه فك منه. تمام. وزي ما انت شايف بقى كده قلب اخوك انا مش عايز اطول عليك يعني في النسخة ديت. وعندك هنا قسم الحماية من الوثائق زي ما انت شايف كده اهو. وعندك هنا قسم الفيك ارفع نفسك ادمن في اي روم، ونزل الاستوري وتزويد الاستوري واحد، يعني واحد، وتزويد الاستوري 2، وتزويد الاستوري 3. تمام.
دي تزويد مشاهدات الحلقة. وعندك هنا الحماية من البوت بجميع انواعها. وعندك هنا الاعدادات العادية يعني اللي فيها نسخة. وهنا تقدر تعمل جروب بتاريخ قديم من هنا. وعندك هنا زي ما انت شايف بتاعت فيك الريكوردات. وبس كده يا اخواتي، ده بيكون نهاية شرح النهاردة. لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.